السلام عليكم. الفيديو ده عبارة عن مراجعة لجهاز فيفو في 70 اف اي، ومش هيكون مراجعة بس، احنا هنعمل بينه وبين في 60 لايت 5G مقارنة، وهقول لك تدفع فلوسك والفرق اللي بينهم يستاهل تدفعه ولا لأ، وهتختار اي جهاز. بس في البداية لو لسه ما اشتركتش في القناة، اكيد اشتراكك دعم لينا ولايكك الجميل بيدعمنا. وهقول لك كمل الفيديو للنهاية، علشان في نهاية الفيديو هقولك ايه ابرز الفروقات بينه وبين الفيفو في 60 لايت 5G. في البداية كده تعالى خلينا نشوف النسخة. فيفو غيرت النسخة من في 70 لايت لفيفو في 70 اف اي، وبصراحة كلمة اف اي افضل من كلمة لايت. كلمة لايت كانت تحسسك ان النسخة دي صغيرة، او هي نسخة ما بتديكش اداء، او هي كلمة لايت عامة بتحسسك ان النسخة ضعيفة. فبالنسبة لنا تغيير الاسم ده كان حاجة كويسة من شركة فيفو. اول حاجة عندك هنا بالنسبة لتصميم الفيفو في 70 اف اي، زي ما حضرتك شايف كده البروز الكاميرات بالنسبة لي يعني هو الجراب بيحميه، بس بروز الكاميرات عشان السنسور بروزها كبير شوية. لكن بصراحة الخامات من البلاستيك، والظهر نفسه كويس كده، في لمعة معرفش واضحة مع حضراتكم ولا لأ من خلال التصوير. لكن هنا بقى المميز والمرتفع عن الفيفو في 60 لايت ال 5G، وهي شهادة مقاومة الماء والغبار. الموبايل ده جاي بشهادة مقاومة ماء وغبار اي بي 69 واي بي 68، وده ابرز فرق على فكرة في التصميم ما بين الجهاز ده وبين الفيفو في 60 لايت. والجهاز ده جاي بوزن 200 جرام، مش ما فرقتش كتير، هم 6 جرام بس زيادة عن الفيفو في 60 لايت. والوزن هنا لان هنا البطارية اكبر من النسخة التانية. وفي النهاية التصميم ده أذواق، وكل واحد وليه ذوقه كشكل، لكن أنا بالنسبة لي تصميم فيفو بالمنظر ده كده تصميم فخم. والموبايل مسكته في الإيد مش وحشة خالص، بالعكس بتحسسك إن الموبايل نفسه حاجة شيك، حاجة بريميوم كده. متنساش أنا هسيب لك في نهاية الفيديو ده يعني مواصفات الجهازين مع بعض، وهقول لك تشتري أي واحد فيهم، فنصيحتي ليك كمل الفيديو للنهاية. أما شاشة الموبايل هنا بصراحة شاشة جميلة في الفيفو في 70 لايت. الشاشة محترمة ودقة ألوان محترمة، وزي ما حضراتكم شايفين دقة الألوان. أما الفيفو في 70 اف اي جاي بحجم شاشة 6.85 بوصة، والدقة هنا 1.5K، والدقة دي أكيد هتوزع معاك بكسلات عالية، فهتوزع معاك بكسلات 449 بكسل لكل انش. لكن يعني بالنسبة لنا تفاصيل الكاميرا والوان الكاميرا زي ما انت شايف، وعلى فكرة دي صورة انا اللي مصورها بالكاميرا، مش صورة ان انا جايبها لك اعرضها او منزلها من على موقع، دي صورة انا مصورها بكاميرا الموبايل. تمام. والشاشة هنا امولود. وكمان في الفيفو في في الفيفو في 60 لايت 5G كانت الشاشة نفس الشيء امولود، لكن الدقة كانت اقل. فكده بالنسبة لنا الفرق في الشاشة ان الدقة هناك اقل. لكن في الفيفو في 60 لايت ال 5G برضو مع شاشته بصراحة جميلة، لكن دي اجمل يعني. لكن هي ده مش معناه عيب في شاشة الفيفو في 60 لايت ال 5G. ومعدل التحديث هنا 120 هرتز، ومعدل السطوع تحت أشعة الشمس بيوصل معاك ل 1900 نتس، ومش هيقابلك معاه أي مشاكل كتجربة تحت أشعة الشمس. وبكده الشاشة دي شاشة محترمة جدا 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 جدا، كفاءة سعرية. وبالنسبة لنا مفيش فروقات جوهرية بينه وبين الفيفو في 60 لايت ال 5G كشاشة، غير دقة الشاشة. هي الدقة 1.5K، والدقة دي يعني مش هتفرق كتير يعني بالنسبة لنا كاستخدام، مش هتفرق معايا كتير. اما كاميرات الموبايل هنا، فالموبايل نفسه جاي بكاميرا رئيسية 200 ميجا بكسل، وبتدعم المثبت البصري ال OIS. اما الكاميرا التانية وهي كاميرا خاصة بالتصوير الواسع، وجاية بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الامامية جاية بدقة 32 ميجا بكسل. الموبايل ده كتجربة تصوير لا مرضي جدا بالنسبة لي كتجربة تصوير. ومجرد ما تعمل كده هو بيتم تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي. ودي كانت تفاصيل الصورة، كل حاجة واضحة في الصورة بالشكل اللي قدام حضرتك ده، حتى الغبار الخفيف او العلامات اللي على العلبة زي ما انت شايف. صورة كدقة لا دقيقة جدا. وانا كنت مصور صور لظهور بالشكل ده كده، بصراحة شكلها جميل وشكلها تحفة، وتفاصيل كلها باينة. والموبايل ده كده يعني الحواف بتاعت الشاشة مخلية نظرتك للموبايل تحس ان الموبايل ده مفيهوش حواف يعني.
مجرد ما فتحت الصورة شايف الشكل وشايف تفاصيل الصورة. وكمان برضو الموبايل ده كتصوير فيديو مش هيزعلك خالص، بالعكس الموبايل ده جميل كفاءة سعرية. يعني ده فيديو كده وفيديو، انا مش مهتم بالتصوير ومليش في التصوير قوي. يعني بص ده تصوير كده عندي، لكن التصوير هنا الموبايل هيديك اداء مرضي جدا ككاميرات. ودي كانت خلاصة الكاميرات. لكن تعالى بقى اما اقول لك ايه الفرق بينه وبين كاميرات الفيفو في 60 لايت 5G. عندك الكاميرا الرئيسية دي في 60 لايت 5G 50 ميجا بكسل، لكن هنا 200 ميجا بكسل، وده فرق واضح يعني. والاتنين عندك بيدعموا تصوير فيديوهات 4K، لكن الكاميرا اللي هنا اعلى من الفيفو في 60 لايت 5G. اما بالنسبة للبطارية والشحن، فعندك الفيفو في 70 اف اي جايب بطارية 7000 ملي امبير، وطبعا الشاحن ال 90 واط. اما بقى عندك الموبايل نفسه اللي هو الفيفو في 60 لايت ال 5G جايب بطارية 6500 ملي امبير مع نفس الشاحن اللي هو 90 واط. لكن دقة الشاشة في الفيفو في 70 اف اي اللي في ايدي ده هي هتخلي اداء البطارية معاك زي الفيفو في 60 لايت ال 5G اللي هو 6500. دقة الشاشة هنا اعلى، فاكيد هتستهلك طاقة اعلى. وكده عندك كأداء بطاريات مش كأرقام بطاريات الاتنين متساويين، والاتنين بيدعموا الشحن العكسي. لكن زي ما انا قلت لك الاتنين متساويين كتجربة أداء. وعلى فكرة نظام التشغيل اللي هو الجديد من ده وصل للفيفو في 60 لايت ال 5G في التحديث الأخير. اللي ده نظام جديد فيفو عاملاه للتشغيل أو مكان النظام القديم. وهو وصل للفيفو في 60 لايت ال 5G في التحديث الاخير. والجهازين بيلعبوا بابجي على 60 فريم، والصوت في الجهازين ستيريو، والاتنين داعمين لل NFC. لكن الفيفو في 70 اف اي داعم لخاصية الاي ار اللي هي التحكم في الاجهزة المنزلية. اما الموبايل هنا جاي بمعالج وهو دايمنسيتي 7360 تيربو بمعمارية 4 نانومتر، والمعالج ده من شركة ميديا تك. وهو نفس المعالج اللي موجود في الفيفو في 60 لايت ال 5G، لكن الاختلاف بينه في الأداء وفي المعالج. الرام هنا من نوع أعلى شوية من الفيفو في 60 لايت ال 5G، لكن صدقني كتجربة عملية مش هتفرق ومش هتحس معاها بفرق. كده كتجربة وأداء الاتنين قريبين من جدا من بعض في الأداء. وتعالى بقى اقول لك السعر والخلاصة. بس لو لسه ما عملتش اللايك بتاعك، اكيد لايكك بيدعمنا. وقبل ما اقول لك السعر والخلاصة، السعر ده وقت تصوير الفيديو. النسخة الفيفو في 70 الاف اي 8 رام 256 عاملة 21,000 جنيه، لكن نفس النسخة في الفيفو في 60 لايت ال 5G عاملة 16,500 جنيه. وعندك النسخة الكبيرة ال 12 رام اللي هي في ايدي دي، 12 رام مع 256، دي عاملة 24,500 جنيه وقت تصوير الفيديو. اما النسخة ال 12 256 في الفيفو في 60 لايت ال 5G عاملة 17,800 جنيه. كده عندك الفرق تقريبا هنقول 4500 جنيه. الفرق ده بقى هتاخده مقابل ايه؟ مقاومة ماء وغبار اعلى في الفيفو في 70 اف اي، ودقة الشاشة هنا 1.5K. وعندك الكاميرات هنا الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بكسل، والبطارية اعلى كرقم، لكن كأداء الاتنين متساويين في اداء البطارية من خلال التجربة. وعندك هنا نوع الرام الاسرع، لكن صدقني مش هيفرق معاك كتير. مش هتحس بفرق. يعني لو جبت الموبايلين جنب بعض كأداء مش هتحس بفرق. يبقى انت كده تعالى بقى اما اقول لك نصيحتي. لو انت معاك الفيفو في 60 لايت ال 5G وحابب تحدث، فانا هقول لك لو انت محتاج دقة الكاميرات مش جودة الدقة نفسها ودقة التفاصيل ومقاومة ماء وغبار اعلى، هقول لك بقى في الوقت ده ممكن تحدث. لكن لو انت محتاج اداء فهو هيديك نفس الاداء. اما لو انت هتشتري جديد بقى، نصيحتي ليك لو دقة الكاميرات مش هتفرق معاك ومقاومة الماء، انت اولى بفرق السعر اللي احنا قلنا تقريبا 4500 جنيه. فانت اولى بفرق السعر لو الحاجة دي مش هتفرق معاك. وما تنساش تقول اختيارك في كومنت علشان تفيد غيرك، وتقول ايه سبب ان انت هتختار الموبايل، بحيث حد تاني يشوف تعليقك ونقدر نفيد بعض. لان الفيديوهات دي كلها عبارة عن ان احنا بنفيد بعض عشان مفيش تضليل
ومحدش يضلل التاني في اختيار اي جهاز. سلام.